ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هقول لكم وصفه ماسك جباره. تفتيح للبشره فظيعه. ماسك ده حلو قوي اللي عايزه تفتح بشرتها قوي. ماشي، بس قبل ما اقول لكم الوصفه انزلوا اشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد وفعلوا زر الجرس. اول حاجه هجيب معايا هنا ايه؟ بطاطس وقطعيها صغير قوي. شفتوا انا مقطعاها ازاي؟ او ممكن ان انت تبشريها. البطاطس فعال حلوه جدا جدا في الطبيخ. ماشي، دلوقتي انا ايه بقى؟ هحط لها شويه ميه وهسلقها كويس قوي. هسلقها وبعد كده هضربها في الكبه، بس تسلق كويس قوي وتضرب في الكبه. بصوا، انا دلوقتي سلقتها وهرستها كويس جدا. ماشي، دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هجيب معلقه من النشا وهدوبها في شويه ميه. بصوا، دوبت معلقه من النشا في شويه من الميه، وهنزل بالخليط ده كله على البطاطس بتاعتي بالشكل ده. ركزوا معايا في الخطوات، الماسك ده تحفه، لو استمريتي عليه هيفتح لك بشرتك جدا. بصوا، نزلت خليط النشا على البطاطس اللي انا هرسيها. دلوقتي انا هحط الخليط ده على النار وادني اقلب فيه بالراحه، نار هاديه طبعا. ماشي، لحد ما يعمل معايا قوام كريمي. بصوا، دلوقتي هحطه على النار لحد ما يعمل معايا قوام كريمي. دلوقتي اهو الخليط ده بقى شكله لما حطيت عليه النشا وعلى النار وسبته لحد ما يبرد. طيب الخليط ده بقى هنضيف عليه ايه؟ معلقه من زيت جوز الهند، زيت جوز الهند البكر. ماشي، وهنضيف عليه ايه تاني؟ زيت لوز حلو، زيت لوز حلو. ماشي، وكمان هحط معلقه من عصير الليمون، معلقه من عصير الليمون. وهقلب كل المكونات دي كويس قوي. ماشي، وممكن تضيف اي زيت انت عايز، ممكن تحطي زيت زيتون هيرطب بشرتك جدا، اي زيت من اللي بتفتح البشره. وممكن تستغني عن اي زيت من الزيوت اللي انا حطيتها دي، بس الزيوت دي طبعا هتفتح وهتقوي الخلطه جدا مع الليمون اللي احنا حاطيناه. هقلب الخلطه دي كويس قوي، وهتبداي تطبقي الخلطه دي 20 دقيقه على وشك. هتستخدميها من مرتين ل3 مرات في الاسبوع. وهتجيبي علبه نظيفه وتحطي فيها الخلطه دي. الخلطه دي تقعد اسبوع معاكي في التلاجة. بصوا، تستخدميها وتحطيها على بشرتك لمده 20 دقيقه.